هنتكلم مع بعض عن نوع من اهم انواع الداتا ستراكشر الا وهو الباينري سيرش تري. بس قبل ما نتكلم عن الباينري سيرش تري تعالوا نتكلم عن التري نفسها. التري في منها نوعين، في منها الباينري سيرش تري وفي منها الجنرال تري. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الباينري سيرش تري بيكون ليها روت واحد وبيكون ليها 2 شيلدرن، اما الجنرال تري بيكون ليها اكتر من روت وبيكون ليها اكتر من شيلدرن. يعني ايه روت ويعني ايه شيلدرن وازاي بنعمل الكلام ده كله هنتكلم فيه كمان شويه. يلا بينا. عشان نفهم معنى الروت ومعنى التشيلدرن هحط قدامك صورة دلوقتي، عايزك تبص فيها وتركز فيها بحيث نفهم المعنى. لو بصينا كده هنلاقي ان في رقم 8، ده الرقم ده بنسميه روت. ليه بنسميه روت؟ لان هو النقطة المركزية اللي بتبدأ تخرج منها التفرعات، وهنلاقي في تفرعات كده بتنزل. الشرطة اللي بتنزل دي بنسميها الايدج او الوصل ما بينهم. طيب الوصلة دي لما بتنزل تاني بيخرج منها تفرع تاني، التفرع ده بنسميه ايه؟ بنسميها تشيلدرن. الشيلدرن دول اللي هم بيكونوا متصلين بالروت الاساسي. وزي ما قلنا من شويه ان الباينري سيرش تري بتتميز بان ليها 2 شيلدرن بيكون ليها واحد روت بس. هناخد مثال عملي نوضح بيه الكلام ده كله دلوقتي. في نقطة مهمة لازم أوضحها قبل ما ناخد المثال العملي، ألا وهي إن النقطة اللي على الشمال، التفرع اللي على الشمال بيكون قيمته أقل من التفرع اللي على اليمين، والتفرع اللي على اليمين قيمته بتكون أكبر من أو تساوي التفرع الأساسي ألا وهو الروت. هناخد مثال عملي بحيث الدنيا توضح أكتر. المثال العملي معانا هو ان احنا هنبدأ نعمل باينري تري بنفسنا. هنفرض مثلا ان انا معايا مجموعة من الارقام الا وهي 7 و2 و9 و1 و5 و14. هبدأ ارتبهم ازاي؟ همسك اول عنصر معانا هو 7، وده بيكون النقطة المركزية اللي هنبدأ نخرج منها التفرعات، او بعبارة اخرى ممكن نعتبرها هي البذرة اللي بتتكون منها الشجرة. زي ما اتكلمنا من شوية ان من اهم مميزات الباينري سيرش تري ان القيمة اللي على الشمال بتكون اصغر من القيمة اللي على اليمين، والقيمة اللي على اليمين بتكون أكبر من أو تساوي اللي على الشمال. النقطة دي خلي بالك منها إن احنا هنستخدمها كتير دلوقتي. فتعالوا كده نطبق على الأرقام اللي معانا وناخد تاني رقم وهو رقم 2. هل هو أصغر ولا أكبر من السبعة؟ أصغر من السبعة. طيب التفرع بتاعه هيكون فين؟ هيكون على الشمال. شطور. طيب ليه بقى على الشمال؟ لأن الشمال أصغر من الروت. طيب الرقم اللي بعده التفرع بتاعه هيكون فين؟ هيكون على اليمين. طب ليه على اليمين؟ لأن التفرع اللي على اليمين لازم يكون أكبر من أو يساوي الروت. حلو جدا. طيب الرقم اللي بعده ألا وهو 1، ده هيكون يمين ولا شمال؟ هيكون شمال. طيب ليه؟ لأنه أصغر من الروت فهيكون شايلد الرقم 2. طيب الرقم اللي بعده هو رقم 5، هنحطه على اليمين ولا على الشمال؟ هنحطه على الشمال. ليه؟ لأنه هو أصغر من رقم 7. طيب هنحطه على اليمين ولا على الشمال في التفرع التاني ألا هو رقم 2؟ هنحطه على اليمين. ليه؟ لأن التفرع اللي على اليمين بيكون أكبر من أو يساوي الروت. طيب ناخد آخر رقم معانا هو رقم 14، هنحطه على اليمين وعلى الشمال. هنشوف هل هو أصغر من السبعة ولا أكبر منها. هنلاقي إن هو أكبر من السبعة يبقى نحطه على اليمين. طيب لما نحطه على اليمين في عندي تفرع من اليمين هو رقم 9. طيب هنشوف الرقم 7 ده أكبر من ولا أصغر من التسعة. هنلاقي إن هو أكبر من التسعة فهنحطه على اليمين. ده كده كان شرح سريع عن الباينري سيرش تري. أتمنى يكون عجبكم ونشوفكم إن شاء الله فيديوهات جديدة. موفقين إن شاء الله.